فأنا كده شِلت من عليّا أنا شغل كتير، كنت فاكر إن دي حاجة كويسة أوي، بس اكتشفت إن أنا مش بadd value للشركة. من أكتر من 15 سنة كنت شغال في شركة corporate كبيرة، وكنت مسؤول عن التقارير أو reporting للcorporate sales team. بعد ما اشتغلت في الteam ده بأسبوعين 3 حد من الteam استقال، وكنت للأسف محتاج إن أنا أشيل شغله وشغلي. فطبعًا ده كان مجهود كبير جدًا، وأنا لسه كمان جديد في الteam، ففكرت إن أنا أعمل automation للشغل بتاعه. طبعًا دي حاجة كويسة جدًا إن أنا أعمل automation للشغل بتاعه، واشتغلت عليها وخدت وقت، بس في الآخر بضغطة زرار كان الExcel بيعمل كل الreports اللي هو بيعملها. فأنا كده شِلت من عليّا أنا شغل كتير، كنت فاكر إن دي حاجة كويسة أوي، بس اكتشفت إن أنا مش بadd value للشركة. أنا وفّرت وقت لنفسي وشِلت شغل، ودي حاجة كويسة طبعًا جدًا، بس فين الvalue added للشركة؟ ما نفس التقارير اللي بتطلع هي نفس التقارير. هل في insight جديدة طلعت؟ هل في معلومة جديدة أنا ضفتها؟ لأ، ما ضفتش حاجة جديدة. فهو ده اللي إحنا بنعمله في powerful insights، إن إحنا بنعمل trainings فيها إزاي تتعلم إزاي تعمل تحليل وعرض للdata في صورة interactive dashboard، وتطلّع زي insights من الdata بتاعتك باستخدام الإكسل ومايكروسوفت باور بي اي. هتلاقي لينك موجود مع الفيديو فيه تفاصيل الكورسات، ادخل على اللينك، ومستني اشوفك في الكورسات.